مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه التغطيه للكابتن معاذ الريمي. كابتن معاذ، نرحب بك عبر قناه الامل والمستقبل، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا البيت. كابتن، نبارك لك اختيارك من ضمن المغادرين الى بريطانيا في برنامج الجراءة تنتصر. حدثنا عن هذه المشاركه وكيف تم اختيارك. اللهم لك الحمد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الله وفقني في الجراءة تنتصر اللي سويتها شركة نايك. طبعا شركة نايك سووا من 200 شخص، فضلوا انهم ياخذون 3 لعيبه افضل 3 مواهب ويودونهم بريطانيا، متكفلين من والى، بحيث ان هذه مواهب تستثمر مستقبلا. كم مده البرنامج يا كابتن معاذ؟ كانت مده اسبوعين، الاسبوع الاول 100 شخص والاسبوع الثاني 100 شخص. طبعا الاسبوع الاول اخذوا من 100 شخص 15 لاعب، الاسبوع الثاني من 100 شخص 15 لاعب، ولعبوا ضد بعض وديه واخذوا افضل 3 مواهب. كيف ترى حظوظك في نجاح هذه التجربه؟ اللهم لك الحمد. هذا طبعا هذا فضل الله ثم فضل الكوتش عصام الشريف وفضل السادي عبد اللطيف، هم اللي تعبوا معي في شركة نايك وتعبوا معي اني اروح اتسجل واشترك فيها، واللهم لك الحمد، هم بعد الله يعني الفضل لهم. الكابتن عبد اللطيف السريبي يعني هو الكابتن المسؤول عن كلمة للكابتن عبد اللطيف السريبي. والله انا اشكر عبد اللطيف لانه يخفي عني اشياء بيظهرها لي بعدين، فبيفاجئني فيها بعدين. انا اشكرها لانه كمان غير انه بيفاجئني باشياء، هو يتعب من خلفي في امور انا ما اعرفها لكن بشوفها مستقبلا ان شاء الله. طيب، النصائح الكابتن معتصم وايضا الكابتن محمد بعدم المشاركة في اي استحقاقات قادمة، كيف تنظر الى هذه النصائح؟ والله طبعا هم اخبر مني واكبر مني في هذه الامور، طبعا اتقبل اي نصيحه انا لو تجيني من اي شخص، لو اصغر مني مو مشكله، نتقبل من بعض، وهذه نصائح من ناس يعرفون لهم خبره في الحياه اكثر مني، اتقبلها بصدر رحب يعني. كلمه اخيره بهذه المناسبه. اللهم لك الحمد، انا اشكركم انكم شرفتونا البيت، اسال الله لي التوفيق في بريطانيا وفي شركه نايك ان شاء الله. طيب، الجراءة تنتصر، هل ستنتصر في بريطانيا ان شاء الله؟ باذن الله، بعد توفيق الله، بعد مجهودات، توفيق بيد ربك ان شاء الله. وحنا بدورنا في شركة الأمل والمستقبل نتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يسعدكم، شرفتونا. الله إذا كان هذا هو حديث الكابتن معاذ الريمي النجم المعروف.